استنى انت فاكر هنبدا كده على طول ولا ايه؟ انا عايزك قبل ما نبدا فكر كده في اكتر موضوع انت بتحب تتكلم عنه، وممكن تقعد تتكلم عنه لساعات وما تزهقش. طب فكر بقى كمان في حاجه انت لازم تذاكرها ولازم تتعلمها. في فرق بين الاحساسين صح؟ واحد انت بتحبه جدا وشغوف بيه ونفسك ان انت تقعد تتكلم عنه طول الوقت، والتاني انت موضوع تقيل قوي على قلبك ومش طايق حد يكلمك فيه كلمتين على بعض. طب عايز نفس الشغف اللي عندك وانت بتتكلم على حاجه بتحبها يكون موجود لما تيجي تذاكر حاجه جديده او تتعلم حاجه انت مضطر تذاكرها او تتعلمها؟ وصدقني الطريقه دي هتفيدك جدا لو انت بتتعلم حاجه جديده، اللي هو تقريبا يعني طول الوقت. فيلا بينا. في طريقة في المذاكرة أو التعلم عموما اسمها فاينمان تكنيك، وهي منسوبة للعالم اللي اخترعها اللي هو ريتشارد فاينمان، اللي بيل جيتس نفسه قال عليه the best teacher I never had، أو بمعنى تاني اللي هو أحسن مدرس اللي عمره ما درسه. ومن كتر إعجاب بيل جيتس بريتشارد فاينمان ده نفسه وبطريقة تدريسه، اشترى كل الحقوق بتاعت فيديوهاته وبتاعت محاضراته وقدمها للناس كلها ببلاش علشان يستفيدوا من طريقته في التدريس وطريقته في التعلم وطريقته في المذاكرة. ريتشارد فاينمان ده كان معروف بتبسيط المعلومة إلى أبسط الحدود، لدرجة انه كان بيتكلم على حاجات فيزيائية معقدة جدا بطريقة اي حد مهما كان درجة معرفته هيفهم هو الراجل ده عايز يقول ايه. وهي دي الطريقة اللي هو اخترعها اللي سماها طبعا باسمه اللي هي فاينمان تكنيك، وهو ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما نتكلم انا عايزك كده تقول لي ايه اكتر حاجة انت بتحبها وفكر فيها كويس. هتلاقي ان انت عندك معلومات كتيرة جدا للحاجة دي، معلومات ممكن ما تكونش عند اي حد تاني، لان انت عندك شغف وحب بالمعلومات دي نفسها لدرجه ان انت ممكن تشرحها لاي حد علشان تحببه في الحاجه دي وعشان يشوف قد ايه انت عندك الشغف ده وعندك الحب للحاجه دي. فكل ما معلوماتك زادت تقدر بعد كده انت بطريقه اسهل ان انت توصل المعلومه للشخص اللي قدامك ده، حتى لو هو مش فاهم اي حاجه عن انت بتتكلم عليه، بس مجرد ان تبسيطك للحاجه دي هو ده اللي هيخليه يفهم ولو جزء بسيط جدا من اللي انت عايز توصله له. طب ازاي اقدر اطبق النظام ده على المذاكره اللي انا اصلا مش حاببها؟ بص، هو الموضوع ملوش علاقه انت بتحب الحاجه ولا لا، بس الحاجه اللي احنا بنحبها معلوماتنا عنها بتبقى كتيره جدا، فبنقدر نطبق النظام ده بطريقه تلقائيه. بس هو الموضوع كله عباره عن شويه خطوات بسيطه لو عملتها حتى لو الحاجه دي انت مش حاببها، في الاخر انت هتوصل لنفس النتيجه اللي بتعملها لما بتيجي بتتكلم على حاجه بتحبها. فكره النظام ده كله بتعتمد انك تشرح الحاجه اللي انت بتذاكرها دي لشخص هو ما يعرفش عن الموضوع اي حاجه. انت علشان تعمل كده محتاج تبسط كل معلومه انت بتوصلها له، محتاج تشوف كل مصطلح معقد ازاي توصله له بطريقه ان هو يفهمه، او حتى تديله امثله للواقع اللي احنا عايشين فيه علشان يفهم اكتر ويستوعب الحاجه اللي انت بتحاول تشرحها له دي. مش بس كده، لا ده انت كمان محتاج تشوف ايه الاجزاء اللي انت معرفتش تشرحها بشكل كويس وما وصلتش المعلومه بشكل كويس للشخص اللي قدامك، عشان هي دي الحتت اللي انت مش فاهمها قوي او مش هاضمها قوي. وصدقني هتلاقي الطريقه دي احسن من طرق كتيره جدا في المذاكره لكذا سبب، لان هي مش بس بتزود عندك معرفتك بالموضوع اللي انت عايز تتعلمه، لا دي كمان بتعلي لك فكره الببليك سبيكينج اللي هي هتفيدك في اي شغلانه انت عايز تشتغلها وهتفيدك في اي حاجه بعد كده في حياتك. وفكره اصلا انك تبسط المعلومه قوي للدرجه دي هتخليك بعد كده تقدر تفتكر المعلومه دي بكل سهوله، وهتخليك دايما كده عندك حلول مبتكره عشان تقدر توصل معلومتك دي. يعني تخيل مثلا انت بتشرح لشخص عنده 5 أو 6 سنين التفاضل او التكامل، هتوصل له المعلومه ازاي او هتوصل له اصلا الفكره نفسها ازاي؟ وهو ده بقى اللي هيطور عندك مهارات انت ازاي تطلع بحلول كرييتيف علشان توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها دي. وحاجه تانية برضو مهمه جدا، فكره الثقه الزائفه اللي بتبقى عندنا مجرد ان احنا نبدا نتعلم اي حاجه. افتكر كده اخر مره اتعلمت فيها حاجه جديده ومجرد ما انت عرفت شويه مصطلحات جديده، مصطلحات معقده، حسيت ان انت عارف الموضوع ده من اوله لاخره. ولا وده انت كمان تقدر تدرسه كمان. لما تيجي تبدا تشرح الحاجه دي لشخص تاني هتكتشف ان انت ما عندكش اي معرفه ولا حاجه، انت محتاج لسه تتعلم اكتر، محتاج تعرف اكتر عشان تقدر توصل المعلومه لشخص تاني غيرك. طب هي الطريقه كده وخلاص؟ مجرد ان انا بس اشرح اللي انا بذاكره ده لحد تاني وبس كده؟ بص، زي ما قلت لك ريتشارد فاينمان ده كان استاذ في تبسيط اي معلومه، لدرجه ان نظريته دي نفسها قسمها ل5 خطوات سهلين جدا علشان يقدر يوصل لنا احنا نظريته دي. اول حاجه، ودي طبعا مش محتاجه اي شرح، هي فكره انك تبقى عارف الموضوع اللي انت عايز تتعلمه او الحاجه اللي انت محتاج تذاكرها دي. تاني حاجه انك تشرح الموضوع ده لطفل في 5 ابتدائي، ازاي هتوصل له المعلومه وازاي هو هيستوعبها وايه الافكار اللي انت هتستخدمها علشان تبسط له المعلومه دي على قد ما تقدر. فلازم طبعا تستخدم مصطلحات بسيطه وهو يقدر يفهمها، وفي نفس الوقت تتكلم باللغه اللي هو بيتكلم بيها. والفكره دي نفسها هتخليك تبص على الموضوع من نظره تانية، من نظره ان حد بيشرح اكتر من ان هو بيتعلم. يعني لو انت بتقرا الحاجه دي نفسها وقعدت تقراها مره والتانيه والتالته، هو في الاخر انت بص لها من زاويه واحده بس، لكن لما تتحول للشخص التاني
العامي اللي هو بيحاول يشرح الحاجه لحد ما يعرفش الموضوع ده نفسه، اختلاف نظرتك نفسه ده هيخليك انت نفسك تشوف اجزاء انت ما كنتش فاهمها وكنت فاكر ان انت فاهمها. والخطوه دي في الحقيقه ليها كذا طريقه. ممكن فعلا انت تجيب طفل قدامك وتحاول تشرح له الموضوع ده، ممكن تجيب مثلا حد من ولاد اختك او حد من اهلك عموما وتحاول تشرح له الموضوع اللي انت عايز تذاكره ده. او في طريقه تانية ان انت تكتب الحاجات دي كلها وتحاول تتدرب كده قدام المرايه كانك بتشرح فعلا لشخص عنده 5-6 سنين او حتى في 4 أو 5 ابتدائي. المهم في الاخر انك تخرج من الخطوه دي وانت مبسط الموضوع على قد ما تقدر. ثالث حاجه انك محتاج تشوف ايه المناطق اللي انت محتاج تركز فيها اكتر، وده هيبان لك اكتر في الشرح، هيبان لك اكتر وانت بتشرح ايه الحتت اللي ما كنتش فيها واثق من نفسك قوي، او ايه الحتت اللي انت ما عرفتش تبسطها للدرجه ان الشخص اللي قدامك ده يفهمها. هتلاقي برضو في الاجزاء دي ذاكرتك خانتك كده شويه، لان انت ما كنتش هاضم الموضوع وما كنتش فاهمه كويس لدرجه ان انت تقدر تشرحه للي قدامك من غير ما يهنج منك. وخلي بالك ان انت دايما هتبقى منحاز شويه لطريقه شرحك دي. بعد ما تخلص انا ما فيش زي اتنين، انا احسن واحد اقدر اشرح الحاجه دي في الدنيا كلها. خلي بالك كويس قوي لان انت في الاخر الانحياز ده هيفضل موجود عندك. ممكن ان انت لو فعلا جبت طفل وشرحت له الموضوع تبدا تساله هي ايه الاجزاء اللي انت ما فهمتهاش كويس، او ايه الحاجات اللي انت ما فهمتهاش مني، بحيث ان انت تقدر تشوف الحاجات دي وتذاكرها تاني. رابع حاجه بقى، بعد ما شفت مشكلتك وشفت ايه الاجزاء اللي انت مش فاهمها، حاول ان انت تبسط المعلومات اكتر، حاول ان انت تجيب مصطلحات ابسط، حاول لو لقيت مصطلحات معقده قوي بسطها واشرحها في الاول عشان الشخص اللي قدامك يفهمها، وبعد كده لما تيجي تشرحها له في وسط الكلام يبقى فاهم ان انت بتتكلم عن ايه اصلا. ودي خطوه مهمه جدا ما ينفعش تفوتها، لان هي الفكره فاينمنت تكنيك دي اصلا بتعتمد على فكره ان انت الحاجات اللي مش فاهمها تفهمها اكتر وتبسطها اكتر. حتى لو انت شايف انك شرحتها كويس اول مره وكنت شايف ان انت برنس كده ومحدش زيك، لا شوف اكتر ايه الحاجات اللي انت تقدر تبسطها وتبسطها اكتر من كده ازاي. خامس حاجه هي فكره بقى ان انت تكرر كل الخطوات اللي فاتت دي لحد ما تتقن فعلا الموضوع اللي انت عايز تتعلمه وتبقى انت فاهمه كويس جدا، واي حد يسالك في اي حاجه هتقدر تجاوبه بكل سهوله. وصدقني التكرار مهم جدا، مره واحده بس عمرها ما هتوصلك للي انت عايزه. انت في الاخر هدفك انك تتعلم الحاجه دي، وعشان تتعلمها صح لازم تكررها اكتر من مره. عمرك ما هتفهمها من اول مره، لازم تكررها مره واثنين وثلاثه لحد ما انت نفسك تبقى مقتنع ان انت فعلا برنس ساعتها. الحلو جدا في النظام او النظريه دي ان هي مرنه جدا، تقدر تستخدمها مع اي موضوع عامه انت بتتعلمه، مش مواضيع معينه. وحاجه كمان انت كمان تقدر تستخدمها مع اي طريقه مذاكره. يعني لو انت عندك طريقه مثلا معينه ماشي بيها وشايف ان هي جايبه نتيجه، ممكن تزود عليها طريقه الفاينمنت تكنيك دي علشان تبقى فاهم اكتر الموضوع وتدخلها في وسط مذاكرتك وفي السيستم بتاعك بكل سهوله. من غير اي شك ريتشارد فاينمان ده كان شخص عبقري، علشان كده اسلوبه ونظرياته استمرت لسنين طويله جدا ومستمره لغايه دلوقتي. بس في الاخر هي دي نظريه زي اي نظريه، جربها شوفها كده هتنفع معاك ولا لا، طريقتك نفسها في المذاكره هل دي حاجه تنفعها ولا لا، لان في الاخر انت الشخص المستفيد. بس كده، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وهسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس سورسز كده للطريقه بتاعت ريتشارد فاينمان ده، تقدروا تبصوا عليها هتعجبكم جدا. وكمان هتلاقوا في فيديو لريتشارد فاينمان ده نفسه وهو بيشرح حاجه، بصوا عليه وبصوا على طريقته في شرح الحاجه وازاي بيبسط الموضوع لاقصى الدرجات. صدقوني هتستفيدوا جدا لما تشوفوا الفيديو ده. وعامة فكرة التعلم عموما هي مهارة، بس يمكن احنا ناسيينها شوية وسط مشاغل الدنيا والحياة. ما تنساش بقى تشوف الفيديو ده، هقولك ازاي اتحولت من ان انا كنت شخص بكره المذاكرة لشخص ان انا بحاول على قد ما اقدر اتعلم حاجة كل يوم. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.